وحشتوني قوي قوي. بقالي كتير مش بنزل قصص. عدت ظروف عليا كده، بس الحمد لله على كل حال. هنرجع بإذن الله وهنكمل، ومستنية دعمكم عشان أقدر أعوض الفترة اللي عدت. وبإذن الله هتلاقوا عندنا قصص جديدة وجميلة وهتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم. يلا نبتدي قصة النهاردة ونقول بسم الله. أوقات كتير بنعدي بمحن بتكون أقوى مننا بكتير، بنحاول نعديها ونتغلب عليها. ساعات بنقدر ونكمل وتقوينا، وساعات للأسف بتكون المحن أقوى مننا. بطلتنا النهاردة مرت بتجربة صعبة قوي. هي من زمان بتعدي بتجارب كتير، بس كانت بتقاوم وبتحاول تعدي، لكن المحنة دي كانت صعبة قوي. أنا فريدة، عندي 35 سنة، بس اللي يشوفني يفتكرني أكبر بكتير من كتر الهموم اللي عدت عليا. بس النهاردة جاي أحكي لكم على آخر محنة عدت عليا. أنا متجوزة من أمجد، حب عمري. هو كان كل حاجة ليا، وعندي طفلين، كارما وكريم. كنت عايشة حياة سعيدة لحد ما بقيت ألاحظ إن أمجد متغير قوي. في الأول كنت أقول عادي شغل، بس الوضع زاد قوي عن حده. بقيت شبه عايشة لوحدي أنا والولاد. وأما جيت في مرة أواجهه لقيته بيقولي: يعني ايه؟ مش فاهم، انت عايزة ايه؟ عايزة أفهم مالك، فيك إيه يا أمجد؟ مش أنت أمجد اللي اتجوزته وعشت معاه وخلفت منه؟ مش أنت أمجد حب عمري؟ فيك حاجة متغيرة، فهمني فيه إيه؟ مفيش حاجة، مالي؟ ما انا كويس اهو. لا مش كويس. في ايه؟ انت ما بقتش تقعد معانا خالص، حتى الولاد مستغربين. ما بقتش تشوفهم خالص ولا تتكلم معاهم زي الاول. فهمني يا امجد في ايه؟ لو انا مضايقاك في حاجة او مقصرة معاك قولي، ما تخبيش عليا. انا خلاص تعبت. هو انت مفيش فايدة فيكي؟ لازم تنكدي عليا كل ما تشوفيني مبسوط؟ بطلي نكد بقى، ركزي مع عيالك شوية وسيبيني في حالي. عايزة ايه؟ بجيب لكم اكلكم وشربكم، عايزين مني ايه تاني؟ عايزينك انت يا امجد، انا محتاجاك، انا عايزة جوزي. يا دي القرف بجد، انت بقيتي لا تطاقي. انا نازل وسايب لك البيت خالص. وده اللي حصل لما حاولت ان انا اواجهه. ما بقتش عارفة اعمل ايه. انا تعبت وقررت اني اتكلم مع حماتي، وفعلا رحت وقلت لها: انا تعبت يا طنط وما بقتش عارفة اعمل ايه. مش عارفة امجد ماله، في ايه؟ وما اتكلمت معاه حصل اللي حكيت لحضرتك عليه. مش عارفة اعمل ايه، قوليلي يا طنط. والله يا فريدة يا بنتي مش عارفة أقولك إيه، بس فعلا أنا حاسة إن أمجد متغير. ده ابني وأنا عارفاه. بس ما تقلقيش، أنا مش هسكت وهتكلم معاه. خير يا امي؟ كلمتيني وقلتيلي اجيلك ضروري، في ايه؟ من غير لف ولا دوران، مالك يا أمجد؟ أنت مش طبيعي ومتغير. في إيه؟ احكيلي يا ابني، أنا أمك وأكتر واحدة تخاف عليك. هي فريدة كلمتك؟ بجد انا تعبت من الست دي خلاص، ما بقتش قادر اتحمل ومش طايق. كفاية بقى يا امي، انا تعبت. لا بقى، ده كده في حاجة كبيرة ولازم أعرف إيه اللي مغيرك. مش فريدة دي حب عمرك ودول عيالك؟ إيه اللي حصل يا ابني؟ في إيه؟ اللي حصل اني فقت خلاص. انا كنت عبيط ومش عايش، لكن خلاص كفاية بقى. كفاية اللي ضاع من عمري، مش هضيع اللي باقي كمان. يا ابني في إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي أنت بتقوله على مراتك ده؟ اللي يسمع كلامك يفتكر إن في حاجة وحشة لا سمح الله. قول لي يا ابني في إيه؟ بص يا امي، انا مش هتكلم كتير. كل اللي عايزه اقولهولك اني خلاص هتجوز. اخيرا لقيت الست اللي هكمل معاها حياتي. إيه؟ تتجوز؟ تتجوز إزاي؟ ومراتك وعيالك؟ أنت كده بتهد بيتك. في إيه يا ابني؟ ليه كده؟ ليه يعني؟ ايه كل ده؟ اهد البيت ليه؟ هو انا اول واحد يتجوز؟ لا انا اول واحد ولا اخر واحد يتجوز على مراته. انت مش اول واحد ولا اخر واحد، بس ليه؟
لازم يكون في سبب. انت مراتك زي الفل وعيالك زي الفل، انت كده هتخرب بيتك بإيدك. والله ده قراري، وهي لو مش عاجبها تخبط راسها في الحيط. لا، ده انت بقى كده مصحولك. وعرفت من حماتي اللي حصل، وكنت هتجنن. ليه وازاي ده حصل وامتى؟ ومين دي اللي خطفت جوزي؟ وما بقتش عارفة اعمل ايه. امشي واسيب البيت واهده واضيع عيالي، ولا استنى واقعد وافكر؟ وقلت لازم اعرف الاول مين اللي خطفت قلب جوزي. ودورت وراه وراقبت كل تصرفاته لحد ما اكتشفت المصيبة اللي عمرها ما كانت تخطر على بالي. وده لما يا ترى فريدة اكتشفت ايه اللي هيخلي كل حياتها تتغير وبرضه قراراتها كلها تتغير؟ استنوني في الجزء التاني عشان نعرف ايه اللي فريدة اكتشفته.